السلام عليكم. شايفين الكبدة عاملة ازاي؟ احلى كبدة من قناة وصفة برنامج. لو عايزة تعرفي اتعملت ازاي ادخلي طبعا على القناة وشوفي الفيديو، وطبعا ما تنسيش لو اول مرة تشوفيني تحطي لي لايك، تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من عندنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة حطيت الطاسة على النار، هنزل بقى بالزيت كده زي ما حضراتكم شايفين كده، شوية زيت معتبرين كده. انا طبعا مقطعه البصل ناعم، هنزل بيه بقى في الطاسه، يكون الزيت خد درجه حراره حلوه كده. انا مش عايزه الزيت يبقى يسخن قوي يا جماعه، عشان اما البصل بيبقى ناعم بياخد صدمه في الزيت، بياخد لون بسرعه. انا مش عايزاه ياخد لون خالص. انا بس هشوحه كده، وهنزل عليه طبعا بمعلقه ملح عشان يطلع السوائل بتاعته بسرعه وما ياخدش وقت في ان انا مش عايزه احمره يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده، الملح طلع السوائل بسرعه، فانا مش عايزاها ياخد لون. فهجيب الكبده بتاعتي، طبعا انا مقطعاها، وهنزل بيها على طول تاخد لها صدمه كده والنار عاليه. انا مش عايزاها تنزل السوائل بتاعتها يا جماعه، ومش عايزه انها تنزل الميه اللي فيها. انا طبعا مقطعاها صغير زي ما حضراتكم شايفين كده. هقلب بقى على طول كده. انا مش لقيت الاسباتيولا دي مش مساعداني، فهجيب معلقه خشب يعني عشان تساعدني في التقليب. هقلب بقى كده على طول على نار حامية كده. انا مش عايزاها تنزل السوائل خالص يا جماعة، عشان لما بتنزل السوائل بتاعتها بتبقاش حلوة يعني. زي ما حضراتكم شايفين كده بقى الكبده بدأت تاخد لون معايا اهي، وما نزلتش ميه خالص لان قلبتها على طول كده زي ما حضراتكم شايفين كده. انا مش عايزاها تنزل الميه بتاعتها خالص، لان لو نزلت الميه الفوائد بتاعتها طبعا بتنزل في السوائل، فانا مش عايزه افقد السوائل بتاعتها. هجيب بقى عندي التوابل بتاعتي، هجيب عندي كمون، هنزل بكمون، وعندي فلفل. مش هحط توابل كتير عشان برضو ما ضيعش طعم الكبده وطعم الكبده يروح مني. هيبقى عندي كمون وفلفل وبابريكا بس وملح. عايزه انت تزودي توابل اللحمه، ما فيش مشكله. عايزه تزودي 7 بهارات برضو ما فيش مشكله، زي ما انت حابه. انا نزلت بالفلفل والكمون. هنزل بقى بمعلقه بابريكا، هتديني طعم حلو وهتديني لون كمان. بتفرق كمان يا جماعه في اللون، بتخلي الكبده لونها جميل كده وتديها مذاق تاني يعني. عندي بقى فلفل اخضر متقطع، وعليه فلفل رومي، وعليه قرن شطه بسيط كده، لان طبعا اما بيكون عندك اطفال فما تكتريش في الشطه. حطيت بقى الفلفل كده، وهستنى عليه بس يدبل سيكه كده، مش عايزاه يدبل قوي. وهيكون برضو عندي طماطم متقطعه كده صغيره، مش قطع كبيره، زي ما بتكوني بتقطعي سلطه يعني. هنزل بيها طبعا كده، وهتاخد لها تقليبه برضو. شايفين بقى لونها يا جماعه؟
اي حاجة يا جماعة بتدخلي فيها الخضار، بيبقى شكلها حلو كده، وبتدخليها في الاكل، سواء عندك ولادك، سواء العين بتاكل قبل البق يا جماعة. تحس كده ان الالوان كده متناسقة مع بعضها، فبيبقى شكلها حلو. ويا سلام لو عندك جزرية كده مبشورة برضو، بتودي الكبدة في حتة تانية، بس انا ما كانش عندي في الوقت ده. هنزل بقى بمعلقة ملح بسيطة خالص، منساش برضو ان انا حاطة ملح قبل كده، فانا حاطة ملح حاجة بسيطة خالص. هيكون بقى عندي ايه، عندي ليمونة، حبة حبة، مش حبة خلاص. هجيب بقى ليمونة، بعد ما تستوي خالص هنزل بقى بعصرة الليمون عليها ديت، هتوديها لك في مكان تاني خالص. بص بقى، انا جبت الليمونة كده وبعصرها على سن السكينة. الليمونة كانت جامدة يا جماعة والله. كانت خضرة كده، ما كانتش من اللي هي الصفرة دي، فما كانش فيها مية كتير يعني. عصرت انا الليمونة كده بقى وخلاص، هي كده الكبدة عندي كده استوت وخلاص. هاخد لها تقليبة بس كده عشان الكبدة تاخد من الليمون كله. بيكون كده انا ايه، خلصت الوصفة بتاعتي. شايفين بقى يا جماعة الكبدة عاملة ازاي؟ شايفين الالوان بتاعتها، فلفل مع الطماطم مع اللون الكبدة، ويا سلام بقى لو جزراي. بتمنى منك ان انت بقى لو لسه اول مرة تشوفي القناة، تنزلي بقى تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشتركي فيها، ولايك يخلينا نستمر. والسلام عليكم.